قبل باكلمك عن أي مستجدات حصلت بخصوص مباراة القمة يوم 11 مارس، خلّينا متفقين إن المنظومة الرياضية في مصر بشكل عام فيها كمية مشاكل لا تُعَد ولا تُحصى. وبالمناسبة برضه خلّيني أعرّفك بخصوص الكلام اللي بيتردد ما بين إن في يعني نوع من أنواع الترحاب من الدوري السعودي أو الدوري القطري، وهل ممكن نشوف الأهلي في دوريات تانية؟ قبل ما أتكلم معاك في أي حاجة خلّيني أقول لك إن أسلوب الردح اللي بنشوفه ما بين الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم، ما بين إحنا طلبنا حكام أجانب والاتحاد يتكلم أو بيخبر الرابطة يقول له أنت عندك 27 على غرار حمادة هلال، هاتوا الفلوس اللي عليكم. فمهزلة بصراحة في الرياضة المصرية. خلّيني أجاوبك الأول بخصوص النادي الأهلي، في إمكانية إن إحنا نشوفه في الدوري السعودي أو الدوري القطري أو أي دوري أيًا كان هو إيه. طبعًا الكلام ده يعني مش هينفع ومش هيحصل، عشان النادي الأهلي مش نادي استثماري، مش تشيلسي، مش الأندية اللي بيملكها رجال أعمال، ده نادي تابع للدولة. فما أظنش إن الدولة هتسمح بده. وتأكيدًا على كلامي، لو نفتكر تقريبًا السيزون اللي فات أو اللي قبله كان في عقد رعاية كبير جدًا، وكلنا كنا عارفين ده كان جاي منين، تبع خطوط طيران تابع لدولة بعينها، والدولة رفضت، وبناءً عليه النادي الأهلي رفض. طلب أخير أيًا كان وجهات النظر، باتمنى من جمهور النادي الأهلي يفضل مساعد وفي ضهر مجلس إدارتنا. وزي ما إحنا متفقين يا جماعة على الحلوة والمرة معاه، مش بس شعارات وأغاني.